في القرن الثامن عشر شهدت مصر فترة من التغييرات الجذرية التي غيرت مسار تاريخها، وكانت حملة الفرنسيين على هذه الأرض واحدة من أبرز الفصول في هذه الحقبة المهمة. فبقيادة الجنرال نابليون بونابرت وصلت القوات الفرنسية إلى سواحل مصر عام 1798 بهدف إقامة مستعمرة فرنسية وقطع خط إمدادات الإنجليز الذين كانوا يهيمنون على المنطقة. وتحولت الحملة الفرنسية إلى صراع مستمر بين الجيش الفرنسي والقوات الإنجليزية والعثمانية، وشهدت معارك هامة مثل معركة القاهرة ومعركة أبي قير التي انتهت بانتصار الجيش البريطاني وخروج الفرنسيين من مصر. ولكن الحملة تركت أثرا عميقا في تاريخ مصر، حيث شجعت على الانتفاضات الشعبية وظهور شخصيات قومية مصرية تبنت أفكار الحداثة والتنوير. وكانت هذه الحملة الفرنسية تهدف بشكل حاسم إلى توسيع نفوذ الجمهورية الفرنسية وتحقيق الهيمنة الكاملة في المنطقة. وما بدأ كتحد عسكري سريع تحول إلى سلسلة من الأحداث المصيرية التي غيرت خريطة السياسة العالمية وأثرت بشكل كبير في مستقبل الشرق الأوسط بأكمله. هيا بنا نستمتع معا بمتابعة أحداث الحملة الفرنسية على أرض مصر. ابقوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في صيف عام 1798 انطلقت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال نابليون بونابرت في غزو لأراضي مصر بهدف تحقيق أهداف استراتيجية هامة للإمبراطورية الفرنسية. وكانت رهانات هذه الحملة تتمثل في جعل مصر قاعدة لهم في الشرق، ولكن ما بدأ كتطلع استراتيجي سريع تحول إلى معركة ملحمية مع القوات البريطانية المنافسة. وبالرغم من شجاعة وقوة الجيوش الفرنسية، إلا أن قوة الجيش البريطاني وتحالفاتهم المحلية أدت إلى إحباط أهدافهم. وفي النهاية تركت الحملة الفرنسية بصمة عميقة في تاريخ المنطقة، ورغم الظروف القاسية والانسحاب القسري بعد 3 سنوات، إلا أن تأثير هذه الحملة لا يزال ملموسا حتى اليوم. خلال عهد الدولة الأيوبية تعرضت مصر ل2 من الحملات الصليبية التي قادتهما فرنسا: الحملة الصليبية الخامسة بقيادة جان دي بريس، والحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك لويس التاسع. وعلى الرغم من تحملها تحديات جسيمة وخسائر فادحة، إلا أن مصر نجحت في الصمود والبقاء كإحدى الدول الإسلامية الرائدة في المنطقة عبر التاريخ. وكانت فرنسا تسعى بشكل حثيث لاحتلال مصر، وظلت تراقب عن كثب الفرص المناسبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ولذلك قامت بإرسال رجالها إلى مصر تحت غطاء أدوار مختلفة، سواء كتجار أو سياح أو طلاب أو دارسين، بهدف مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير مفصلة ترسل إلى قاداتهم في فرنسا. وكانت هذه التقارير تسجل أدق تفاصيل حياة المصريين وتحليلات عميقة حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما أضاف بعدا جديدا لاستراتيجية فرنسا نحو الاحتلال المحتمل لهذه الأراضي الاستراتيجية. ومع تزايد ضعف مصر التي كانت خاضعة لحكم الدولة العثمانية في ذلك الوقت، بدأت فرنسا تتجه نحو المشرق العربي مجددا، وكانت تقارير رجالها تحثهم على أن اللحظة المناسبة قد حانت للاستفادة من هذا الضعف والسيطرة على مصر. وفي تقارير من سان بريست سفير فرنسا في الأستانة منذ عام 1768، ومن البارون دي تود والسيد مور قنصل فرنسا في الإسكندرية،
تبين ضعف الدولة العثمانية وانحدارها نحو الانهيار، ودفعت تلك التقارير إلى الدعوة إلى الإسراع في احتلال مصر. وعلى الرغم من تردد الحكومة الفرنسية وعدم اتخاذها بنصائح رجالها في البداية، إلا أنها احتفظت بسياستها القائمة على الود والصداقة للدولة العثمانية، مما جعلها تتردد في اتخاذ خطوات جذرية نحو السيطرة على مصر. قبل انطلاق الحملة الفرنسية على مصر، قدم شارل ماغلون القنصل الفرنسي في مصر تقريرا مؤثرا إلى حكومته في 9 فبراير عام 1798، حيث حثها بإلحاح إلى ضرورة احتلال مصر. وفي تقريره أبرز ماغالون أهمية استيلاء فرنسا على تجارة مصر ومنتجاتها، وعرض المزايا الاستراتيجية التي قد تعود على فرنسا من هذه الخطوة الجريئة. وتلك النصائح والتقارير كانت من بين العوامل الحاسمة التي دفعت فرنسا نحو تنفيذ حملتها الشهيرة على أرض مصر. وبعد أيام قليلة من تقديم تقرير ماغالون، تلقت حكومة فرنسا تقريرا آخر من وزير الخارجية تاليران، ويعتبر هذا التقرير ذو أهمية كبيرة في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر. وفي تقريره قدم تاليران تحليلا شاملا للعلاقات التاريخية بين فرنسا ومصر، ووضح الفوائد المحتملة لاحتلال مصر، كما استعرض فيه الحجج التي تدعو للاستيلاء على مصر، وأكد على أن الفرصة قد أصبحت مناسبة لإرسال حملة عسكرية إلى مصر وغزوها. كما قدم تفاصيل عن وسائل تنفيذ المشروع العسكري، بما في ذلك إعداد الجنود وتجهيز السفن اللازمة للحملة، ودعا إلى مراعاة تقاليد وعادات وشعائر الشعب المصري واحترام أهل العلم والدين والرأي من بينهم، مشددا على أهمية استمالة المصريين وكسب مودتهم لضمان نجاح الحملة الفرنسية على مصر. وتأثرت حكومة الإدارة الفرنسية بشكل كبير بتقارير ماغالون وتاليران، ووجدت في فكرة غزو مصر فرصة لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك خرج هذا الفكر من مرحلة النظر والتفكير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وفي 12 من إبريل عام 1798 أصدرت حكومة الإدارة الفرنسية القرار التاريخي بوضع جيش الشرق تحت قيادة الجنرال نابليون بونابرت، واستعدادا للحملة الفرنسية الشهيرة على أرض مصر. وتم إصدار القرار الذي يتضمن مقدمة و6 مواد، حيث أوضحت المقدمة الأسباب التي دفعت حكومة الإدارة إلى تنفيذ حملتها في مصر. وتركزت المقدمة على عقاب المماليك الذين انتهكوا حقوق الفرنسيين وأموالهم وحياتهم، وبالإضافة إلى الحاجة الملحة للبحث عن طرق تجارية بديلة بعد تضييق الإنجليز على طريق رأس الرجاء الصالح وتقييد حركة السفن الفرنسية. كما ينص القرار على تكليف نابليون بطرد الإنجليز من ممتلكاتهم في الشرق وتدمير مراكزهم التجارية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى العمل على تحقيق شق برزخ السويس. وقد حظيت الحملة بإدارة فريدة من نوعها، حيث قام الجنرال نابليون بتجهيزها بأفضل الطرق والوسائل، وأشرف نابليون شخصيا على كافة جوانب التحضيرات بعزم ونشاط لافتين، حيث قام باختيار القادة والضباط والمهندسين والعلماء والجغرافيين وفقا لتقديراته واحتياجات الحملة. وبالإضافة إلى ذلك سعى نابليون للحصول على المشورة والإرشاد من خلال إنشاء لجنة خاصة من علماء تعرف باسم لجنة العلوم والفنون، والتي تقدم تحليلات شاملة ونصائح مهمة في مختلف المجالات المتعلقة بالحملة. وبغرض تأمين الوثائق والمواد اللازمة للحملة، قام نابليون بجمع جميع حروف الطباعة العربية المتوفرة في باريس، وذلك بهدف إنشاء مطبعة خاصة بالحملة.
وتم تنظيم الحملة بشكل كامل وسري، حيث لم يكن معظم الجنود الذين يبلغ عددهم حوالي 45,000 على علم بوجهتهم النهائية، وتم إخفاء الوجهة التي سيتجهون إليها بشكل تام وسري. وفي بيان أصدره نابليون لجيش الشرق الجديد، والذي وصفه بأنه جناح من الجيش الفرنسي مخصص لغزو إنجلترا، طلب من البحارة والجنود الثقة به، على الرغم من عدم قدرته حتى ذلك الحين على تحديد المهام المحددة لهم. وانطلقت الحملة من ميناء طولون في 19 من مايو عام 1798، وتألفت من حوالي 35,000 جندي تم نقلهم عبر 300 سفينة. وكانت الحملة مرفقة بأسطول حربي فرنسي يضم 55 سفينة. وخلال رحلتها إلى الإسكندرية نجحت الحملة في الاستيلاء على جزيرة مالطا من فرسان القديس يوحنا الذين كانوا آخر فلول الصليبيين، حيث أن في 9 من يونيو ظهر الأسطول الفرنسي قبالة سواحل مالطا، وقدمت حكومة الإدارة الفرنسية رشوة لرئيس جماعة فرسان مالطا وبعض الشخصيات البارزة بهدف تخفيف المقاومة المحتملة التي قد تواجهها القوات الفرنسية. ونتيجة لهذه الرشوة كانت المقاومة ضعيفة، مما سمح للفرنسيين بالاستيلاء على الحصن القوي في الجزيرة بسهولة تامة. ولم يكن هناك سوى 3 رجال فقط فقدوا حياتهم خلال هذه العملية. وتأخر نابليون في جزيرة مالطا لمدة أسبوع، حيث قام بإعادة تنظيم إدارتها بناء على النمط الفرنسي. وعلى الرغم من السرية التامة التي كانت تحيط بتحركات الحملة الفرنسية وسرية وجهتها، إلا أن أخبارها تسربت إلى العدو اللدود لفرنسا، وهي بريطانيا، حيث بدأ الأسطول البريطاني في مراقبة خط الملاحة في البحر المتوسط. وتمكن نيلسون الذي كان قائدا للأسطول البريطاني من الوصول إلى ميناء الإسكندرية قبل وصول الحملة الفرنسية ب3 أيام، حيث قام بإرسال بعثة صغيرة للتواصل مع السيد محمد كريم حاكم مدينة الإسكندرية لإخباره بأنهم حضروا لتفتيش الفرنسيين الذين قد يهاجمون المدينة، معتبرين أن المدينة غير قادرة على صدهم. ولكن السيد محمد كريم اعتبر أن ذلك مجرد خدعة من الإنجليز بهدف الاستيلاء على المدينة، ورفض تقديم المساعدة. ثم عرضت البعثة البريطانية أن يقف الأسطول البريطاني في عرض البحر لملاقاة الحملة الفرنسية، لربما قد يحتاج إلى المساعدة في توفير المياه والزاد في مقابل أن يتم دفع الثمن. ولكن تم رفض هذا الطلب أيضا. ويتضح من توجه فرنسا باتجاه مصر أنها كانت تسعى إلى التوسع والتنافس مع بريطانيا على الهيمنة على مناطق النفوذ في العالم العربي، وكلا البلدين كانا يرغبان في إنشاء مراكز للسيادة والنفوذ تمكنهما من السيطرة على المنطقة العربية بأكملها. وكانت مصر هي الخيار الأمثل لتحقيق هذا الهدف الاستعماري نظرا لأهميتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي المميز في الشرق الأوسط. كما أن توقع بريطانيا بتوجه فرنسا لهذه الحملة يعد دليلا على هذه الرغبة، وهذا ما أثار قلقها ودفعها لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التهديد المحتمل لنفوذها في المنطقة. ووصلت الحملة الفرنسية إلى مدينة الإسكندرية، ونجحت في احتلال المدينة في 2 من يوليو عام 1798 بعد مقاومة من قبل سكانها وحاكمها السيد محمد كريم استمرت لساعات. وقام نابليون بنشر منشور يوجهه إلى أهالي مصر، حيث أشار فيه إلى سبب قدومه لغزو بلادهم، وهو تحرير مصر من طغيان البكوات المماليك الذين كانوا يتمتعون بالقوة والنفوذ في هذه المناطق، وكانوا يحكمونها بشكل غير مباشر تحت سلطة الدولة العثمانية.
وأكد في منشوره احترامه للإسلام والمسلمين، وبدأ بالشهادتين، وحرص على الإشارة إلى إسلامه وإسلام جنوده كذبا وزورا، ثم قام بتقديم الأدلة والبراهين على صحة دعواه، مدعيا أن الفرنسيين المسلمين مخلصون جدا. وأشار أيضا إلى أحداث تاريخية مثل زيارة الفرنسيين لروما وتدميرهم لكرسي البابا وطردهم لفرسان القديس يوحنا من مالطا الذين كانوا يدعون لمقاتلة المسلمين. وأدرك نابليون بونابرت قيمة الروابط التاريخية والدينية بين المصريين والعثمانيين الذين كانوا يندرجون تحت راية الخلافة الإسلامية، ولهذا السبب حاول نابليون تقديم نفسه بشكل يحترم حقوق السلطان العثماني، حيث سعى إلى إقناع المصريين بأن الفرنسيين هم أصدقاء السلطان العثماني. وعلى الرغم من محاولاته الدبلوماسية لم تنجح هذه السياسة المخادعة التي حاول نابليون ترويجها في قلوب المصريين، فقد قاوموا الاحتلال بشكل فعال وبذلوا قصارى جهدهم في الدفاع عن بلادهم. ودخلت قوات نابليون بونابرت مدينة القاهرة وأحاطت بها من كل جانب بهدف تعزيز سيطرتها على مصر عن طريق إظهار الود للسكان المحليين وبناء علاقات صداقة مع الدولة العثمانية، إضافة إلى احترام عقائدهم وتقاليدهم. وكان الهدف من ذلك تأسيس قاعدة عسكرية قوية تمكنهم من توجيه ضربات إلى الإمبراطورية البريطانية. وفي اليوم الثاني لوصوله إلى القاهرة أنشأ نابليون ما يعرف بديوان القاهرة، والذي كان يجمع كبار العلماء والمشايخ لإدارة المدينة. ومع ذلك كانت سلطتهم مقيدة بتعهد أعضائها بعدم القيام بأي عمل يتعارض مع مصلحة الجيش الفرنسي، وكان الهدف من ذلك تعزيز الاحتلال الفرنسي والعمل تحت إشراف السلطات الفرنسية. ومن القاهرة أصدر نابليون بونابرت أوامره بتدبير شؤون مصر عن طريق إنشاء دواوين عربية تخضع لسلطته، وقام بحظر ومنع جنوده من النهب والسلب وحرص على حماية الحقوق الملكية، واستمر أيضا في جباية الضرائب وذلك لتمويل جيشه. وجلس مع الزعماء المحليين وأظهر احترامه للشعائر الإسلامية وتقديره للفن الإسلامي، ودعا المسلمين للمساعدة من أجل تعزيز ازدهار مصر، وذلك من خلال عقد اجتماع مع علماء الحملة لوضع خطط لمكافحة مرض الطاعون وتطوير الصناعات وتحسين نظم التعليم وتنظيم البريد وتطوير وسائل النقل والمواصلات وإصلاح الترع وتنظيم نظام الري، وأخيرا ربط النيل بالبحر الأحمر. وبالرغم من ذلك استمر الجيش الفرنسي في مواجهة شديدة مع الشعب المصري، وعلى الرغم من أهمية البعثة العلمية المرافقة للحملة إلا أنها لم تحقق أهدافها التنويرية بشكل كافي. ويجب أن ندرك أن البحوث الفرنسية في مصر كانت في الأساس تخدم أهدافا سياسية وحربية لفرنسا. وينبغي علينا أيضا أن لا ننسى تأثير السيطرة التركية أو العثمانية على الحياة الثقافية في مصر، حيث تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لذلك. وكان الأزهر المركز الثقافي الرئيسي في القاهرة، ولكنه واجه تحديات كبيرة. وتحت قيادة نابليون تأسست الجريدة الرسمية الفرنسية بريد مصر في 29 من أغسطس عام 1798، وصدر منها 116 عددا. وكانت هذه الجريدة تليها جريدة العشائر المصرية التي كانت تصدر كل 10 أيام، وكلا الصحيفتين كانتا باللغة الفرنسية، وكان الفرنسيون المرافقون للحملة العسكرية يقرؤونها بالإضافة إلى الدوائر الحاكمة في باريس.
كما استجابت السلطات الفرنسية لأوامر نابليون بإصدار عدة صحف باللغة العربية في القاهرة، منها الحوادث اليومية التي لا تزال ظروف نشأتها غامضة حتى الآن. وكانت الصحيفة العربية التنبيه هي أول صحيفة نشرها الفرنسيون في مصر في 6 ديسمبر عام 1800، وكانت تهدف إلى إيصال الأوامر والتعليمات العسكرية للمصريين، حيث كان الجنرال الفرنسي جاك منو الذي اعتنق الإسلام وتكنى بعبد الله هو المسؤول عن نشرها. وبعد إنشاء المطبعة الفرنسية أسس 146 عالما فرنسيا مدرستين لتعليم أبنائهم على الطراز الأوروبي في مصر، وأقاموا مسرحا ومجمعا علميا ومركزا للطب والصيدلة ومستشفى ضخم ومختبرا كيميائيا ومرصدا فلكيا ومعرضا للرسم وحديقة للحيوانات ومتحفا للتاريخ الطبيعي وورشا لإنتاج المواد الاستهلاكية والصناعات والمعامل والطواحين وغيرها. وفي يوليو عام 1799 نظم المعهد العلمي المصري من علماء مصر وعلماء الحملة الفرنسية مجموعة ضخمة من الكتب بعنوان وصف مصر، والتي نشرتها الحكومة الفرنسية. وأحد هؤلاء العلماء كان بوشار الذي عثر على حجر رشيد، والذي ساهم في فك رموز الكتابة الهيروغليفية. وكان هدف نابليون من إنشاء المعهد العلمي المصري هو نشر العلم والتقنية الأوروبية بين الشعب المصري والاستفادة من التراث العربي الإسلامي في تطوير العلم الفرنسي. وأسهم العلماء الفرنسيون في تحقيق هذه الأهداف من خلال جمع وتحقيق المخطوطات العربية ودراسة التاريخ المصري والحضارة الفرعونية والأثنوغرافية والفولكلور والجغرافيا وعلم النبات والحيوان والمعادن. وبالإضافة إلى ذلك نجحوا في تنفيذ مشاريع عملية مثل فكرة شق قناة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتحسين ظروف العمل والمعيشة في القاهرة والإسكندرية، وتطوير نظام الري وتأمين مياه الشرب وزراعة المحاصيل الزراعية الجديدة. وعلى الرغم من النداء الذي أطلقه نابليون للمشايخ والقضاة والعلماء في مصر وحثهم فيه على الاعتراف بالفرنسيين كمسلمين مخلصين زورا، وذلك بهدف التقرب من المصريين، إلا أن رجال الدين والفكر في المجتمع المصري رفضوا ذلك بشدة ولم ينصاعوا لهذا النداء. وكان النداء الذي أطلقه نابليون يحمل أيضا رسالة اجتماعية مهمة، حيث كانت خلفية هذا النداء تشير إلى دفاع بعض العلماء المسلمين عن مصالح أشراف المماليك بكل إخلاص وتفاني. ويشير ذلك إلى أن العلماء كانوا على دراية بدور الأشراف والطبقات الحاكمة في المجتمع، وكانوا يدركون أنهم يشكلون الدعائم الأساسية للنظام السائد في ذلك الوقت. ولذلك رفض العلماء الانضمام إلى الفرنسيين وتقديم الدعم لهم، وعلى الرغم من وعود نابليون لهم بالمناصب السامية والاستمتاع بالخيرات، إلا أن العقلاء والفضلاء والعلماء الأزهريين قاطعوا قيادة الحملة الفرنسية. وعلى الجانب الآخر رحب بعض علماء الأزهر بتحركات نابليون، وذلك بسبب الظروف الراهنة في القاهرة أو استنادا إلى مصالحهم الشخصية. ومن بين هؤلاء كان الشيخ عبد الله الشرقاوي، الذي كان يسعى جاهدا لتحرير مصر من سيطرة المماليك، حيث استفاد الفرنسيون من خدماته وأقاموا له منصبا مهما في الديوان لإصدار الأحكام. واستفاد منهم أيضا غيره من العلماء والمشايخ مثل عبد الهادي بن محمد المهدي وخليل البكري ومصطفى الدمنهوري وغيرهم. ومن بين هؤلاء العلماء كان الجبرتي الذي وضع كتبا مهمة في التاريخ والآثار، ولما تم تعيينه كاتبا في الديوان تأثر بالثقافة الفرنسية وبدأ يتعلم ويستكشف المكتبة الفرنسية ويشارك في التجارب العلمية، مما أثر في تطور فكره واستفادته من المنهج العلمي الفرنسي. وفي الثلاثينيات من القرن 19
أكد بعض الكتاب الفرنسيين أن الحملة الفرنسية إلى مصر قامت بنقل بذور الحضارة الأوروبية إلى هذا البلد، وساهمت في إيقاظ الوعي القومي في العالم العربي وتحفيز الاتصال بين الشرق والغرب. فعلى سبيل المثال أشار الكاتب أنطوان كلوت بيك إلى الانعكاسات طويلة الأمد للحملة الفرنسية على مصر، ومن هذه الانعكاسات زعزعة الحملة الفرنسية لثوابت الشرق وأيقظت الوعي القومي بفعل انتصارات الجيوش الفرنسية وتحقيقها لانقلاب كبير في تفكير الشرقيين، كما كشفت عن حقيقة ضعف وخذلان حكام العرب المستبدين بانتصارات الفرنسيين، مما فتح الباب لإحياء الأمة العربية. وكان التسامح المرن الذي أظهره نابليون تجاه المعتقدات والقيم الدينية للعرب حافزا لهم لإجراء اتصالات واسعة مع أوروبا والتوجه نحو الحضارة الغربية. كما يرى بعض الكتاب العرب المعاصرون أن الحملة الفرنسية ساهمت في بداية تأسيس حركة حضارية في مصر وتركت آثارا إيجابية على النهضة المصرية الحديثة، بينما يرفض البعض الآخر هذه الأقوال وينظرون إلى الحملة الفرنسية بأنها سبب نكسة حقيقية لمصر، وذلك بسبب العواقب السلبية التي لحقت بالبلاد، بالإضافة إلى تصرفات الفرنسيين خلال الحملة، مما تم اعتبار الحملة تدخلا أجنبيا في شؤون مصر، وهو ما أثار استياء الكثيرين وجعلها مرفوضة تماما، واعتبرها البعض خطوة نحو الاستعمار الفرنسي لمصر، مما زاد من رفضها وانتقادها. وتركت الحملة الفرنسية آثارا سلبية على البلاد، من بينها تقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعريض السكان لمخاطر الصراعات والحروب. كما انتقد البعض تأثيرها السلبي على المظاهر الثقافية في مصر، مثل تقليل قيمة التراث العربي والإسلامي. ورغم الوعود بالتحرير والتقدم الحضاري، فإن الحملة لم تحقق تلك الأهداف بشكل كافي، مما أدى إلى التأكد من أنها كانت تحمل أهدافا أخرى مختلفة. خلال الحملة الفرنسية في مصر التي استمرت لنحو 3 سنوات، شهد الشعب المصري مواجهات مع قوات نابليون، وشهدت البلاد عدة احتجاجات ومعارك منذ وصول القوات الفرنسية وحتى انسحابها. وعلى الرغم من محاولة الفرنسيين خداع المصريين والتقرب منهم وإظهار الاحترام لعقائدهم وعاداتهم، إلا أن الواقع كان مغايرا تماما، فقد انتهج الفرنسيون سياسة نهب وسرقة للثروات والممتلكات المصرية، ولم يتوانوا في ارتكاب جرائم قتل بحق الأفراد. كما رفض الشعب المصري التعاون مع القوات الفرنسية وبادلها بالمقاومة. وبدأت الحملة الفرنسية بطموحات استراتيجية كبيرة للإمبراطورية الفرنسية، حيث كانت تهدف إلى جعل مصر قاعدة لهم في الشرق. ولكن مع تقدم الحملة تحولت التطلعات الاستراتيجية إلى معركة شرسة مع القوى البريطانية المنافسة. ورغم تحقيق الفرنسيين بعض الانتصارات العسكرية البسيطة، مثل استيلائهم على مدينة الإسكندرية ومشاركتهم في معركة الأهرامات ضد المماليك، إلا أن الحملة تحولت إلى فشل تام بسبب غرق الأسطول الفرنسي في معركة بحرية في أبي قير بقيادة الأدميرال نيلسون. وهذا الحدث أحدث صدمة كبيرة للقوات الفرنسية وأدى إلى توقف توسعها في البلاد. وفي عام 1799 غادر الجنرال بونابرت مصر متجها إلى فرنسا وهربا من البحرية الإنجليزية، وترك وراءه جنوده الذين اضطروا للاستسلام بنهاية المطاف في 31 من أغسطس عام 1801. من أهم معارك الحملة الفرنسية على مصر معركة شبراخيت. ففي 13 من يوليو عام 1798 اندلعت معركة شبراخيت بين القوات الفرنسية بقيادة الجنرال نابليون بونابرت والقوات المصرية بقيادة قائد المماليك مراد بيك.
وشهدت المعركة اشتباكات عنيفة استمرت ل3 ساعات، وانتهت بانتصار القوات الفرنسية وهزيمة الجيش المصري، حيث قتل حوالي 12,000 جندي مصري وأسر آلاف آخرين. وبعد هذه الهزيمة تقدمت قوات نابليون نحو القاهرة، واضطر مراد بيك قائد المماليك إلى التقهقر صوب القاهرة بعد أن تصدى لهم بشجاعة وتصميم. ورغم المعاناة الكبيرة التي واجهها الجيش الفرنسي في هذه المعركة، فإنه استطاع الانتصار بفضل الجهل الذي كان يعاني منه الجيش المصري بالقدرات العسكرية الفرنسية المتقدمة. وفي منطقة إمبابة شمالي محافظة الجيزة، خاض الجيش الفرنسي والجيش المملوكي معركة عنيفة في يوم 21 من يوليو عام 1798، والتي أصبحت معروفة باسم معركة الأهرامات، نظرا لمدى امتدادها من إمبابة حتى منطقة الأهرامات. وانتهت المعركة بفوز ساحق للفرنسيين، حيث قتل حوالي 1500 مملوك، ولقى العديد منهم حتفهم غرقا في نهر النيل أثناء هروبهم، بينما قتل 70 جنديا فرنسيا. وبعد الهزيمة انقسم الجيش المملوكي إلى قسمين، حيث انسحب قسم إلى منطقة الصعيد تحت قيادة مراد بيك، بينما انسحب القسم الآخر إلى الشام بقيادة إبراهيم بيك والوالي إبراهيم باي. وفي 22 من يوليو عام 1798 أرسلت السلطات التركية في القاهرة مفاتيح المدينة إلى نابليون بونابرت، مما يعني الاستسلام. وفي اليوم التالي دخل نابليون القاهرة دون مقاومة تذكر. ومن ضمن المعارك الهامة أيضا معركة أبي قير النيل. في الأول من أغسطس عام 1798 شهدت المياه الزرقاء للبحر المتوسط معركة حاسمة بين الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي، والتي أدت إلى تحطم الأسطول الفرنسي وتكبده خسائر فادحة، مما أدى في نهاية المطاف إلى تأكيد سيطرة الأسطول الإنجليزي على المياه البحرية. تميزت المعركة بحصار شديد من قبل الأسطول الإنجليزي على الشواطئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، بهدف منع وصول أي إمدادات عسكرية أو عتاد إلى الجيش الفرنسي في مصر. وهذا الحصار الناجح أجبر الفرنسيين في مصر على الاعتماد بشكل أساسي على موارد وإمكانيات مصر الداخلية في تلبية احتياجاتهم وتدبير شؤونهم. وتعتبر هذه المعركة من الفصول الهامة في تاريخ الحروب البحرية، حيث كانت تلك الفترة من أهم الفترات التي شهدت تنافسا حادا بين القوى العظمى على السيطرة على البحار والمحيطات. معركة الجمالية. في سبتمبر عام 1798 كانت بلاد البحر الصغير تحت الاهتمام الفرنسي، ويقصد ببلاد البحر الصغير هي المنطقة الساحلية في مصر التي تمتد من دمياط إلى الإسكندرية على طول البحر الأبيض المتوسط. وكانت هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وكانت تلك المنطقة محط اهتمام بالنسبة لنابليون الذي كان يسعى إلى تأمين طرق المواصلات بين دمياط والمنصورة، وهذا لضمان سيطرته على حدود مصر الشرقية. وبدأت الحملة بقيادة الجنرال داماس بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، ولكن السفن الفرنسية واجهت صعوبات في المياه الضحلة بالبحر الصغير، مما استغله أهالي الجمالية لشن هجوم عليها. وفي تلك اللحظة المفاجئة قام الأهالي بمهاجمة السفن بوابل من الحجارة من أعلى السور، مما دفع الفرنسيين للنزول من السفن والتصدي لهم. وعلى الرغم من محاولاتهم اليائسة لصد الهجوم، إلا أن الفرنسيين اضطروا إلى الانسحاب وتركوا المدينة خلفهم محترقة وسط جثث قتلاهم. انتفاضة القاهرة الأولى. في 21 من أكتوبر عام 1798
ثار الشعب المصري على الجيش الفرنسي بسبب عدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب كان فرض الفرنسيين ضرائب عالية وباهظة على المصريين لتأمين المؤن والأموال للجيش، وذلك بعد تحطر الأسطول البحري الفرنسي وانقطاع الإمداد عنه. كما قام الجيش الفرنسي بأعمال تدمير للجوامع والمآذن، واعتدى على الحريات العامة، وقتل حاكم الإسكندرية بتهمة معارضته لفرنسا. وهذه الأفعال دفعت المصريين إلى الانتفاض في حشد كبير حول جامع الأزهر، وانضم إلى هذه الحشود المشايخ والعلماء والأئمة، وسرعان ما انتشرت الانتفاضة لتشمل أحياء القاهرة بأكملها. وشهدت المواجهات بين الثوار والجنود الفرنسيين تصاعدا عاليا، وتمكن الثوار من قتل عدد من الجنود الفرنسيين خلال الاشتباكات. وفي 22 من أكتوبر عام 1798 توافد سكان الريف على مدينة القاهرة، واندلعت معارك عنيفة مع الجيش الفرنسي. وخلال هذه المعارك قتل رئيس أركان الجيش الفرنسي، وبدأت المدفعية الفرنسية في قصف المدينة والثوار والجامع الأزهر والأحياء المجاورة له. وقدر عدد القتلى من أهالي مصر في هذه المعارك بأكثر من 4000 شخص. وهذه الخسائر الكبيرة دفعت مشايخ الأزهر إلى طلب الهدنة، ووافق نابليون على الهدنة، وتم الاتفاق على إلقاء السلاح ورفع المتاريس. ومع ذلك فإن نابليون انقلب على الثوار بعد الاتفاق على الهدنة، ودخلت قواته الجامع الأزهر وأحدثت فيه دمارا وفسادا، كما أمر بإعدام عدد من الثوار والعلماء وقطع رؤوس بعضهم. معركة صمهود. في طهطا إحدى قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج جنوبي مصر، وقعت إحدى المعارك التي أسفرت عن هزيمة مراد بيك وجيشه. ولكنه على الرغم من هذه الهزيمة لم يفقد الأمل في اللقاء بالفرنسيين في معركة أخرى يحقق فيها النصر، خاصة عندما علم بمجيء قوات من الحجاز وعرب جدة وينبع لمساندة إخوانهم المصريين في حربهم ضد الاحتلال الفرنسي. وقاد هؤلاء المجتمعون من البحر الأحمر مرورا بالقصير حتى وصولهم إلى قنا، وبعد ذلك انضم إليهم أعداد غفيرة من أهالي الصعيد الثائرين من الشلالات جنوب أسوان حتى جرجا. وبذلك تكون قوات مراد بيك مكونة من 2000 من المماليك و7000 من الفرسان المصريين و3000 من المشاة المصريين، بالإضافة إلى 2000 من عرب جدة وينبع. وبذلك أصبح قوام الجيش ما يقارب 14000 مقاتل. وفي المقابل كان الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال دوزي مكونا من 5000 مقاتل من المشاة والفرسان، ومزود ب14 مدفعا وعبارة بحرية في النيل. وشهدت معركة صمهود التي وقعت في إحدى قرى مركز أبو طشت شمالي محافظة قنا انتصار الفرنسيين، مما أتاح لهم الاستمرار في التقدم مباشرة نحو أسوان من الجانب الغربي لنهر النيل. في 10 من إبريل عام 1799 وقعت معركة جهينة جنوبي مصر، حيث شهدت تصاعدا للتوترات بين الحملة الفرنسية والسكان المحليين. وهاجمت الحملة الفرنسية عدة مدن وقرى في محافظة سوهاج، ومن بين هذه المدن كانت جهينة التي شهدت مواجهات عنيفة بين الفرنسيين وأهالي القرية. واستمات أهالي جهينة في الدفاع عن بيوتهم ومناطقهم، وتحدوا الفرنسيين بكل شجاعة. وتصاعدت حدة المعركة، وانتقلت الأنباء عن نجاح السكان المحليين في صد هجوم الفرنسيين وإلحاق خسائر فادحة بهم. وفي نهاية المعركة تمكن أهالي جهينة من قتل وطرد الفرنسيين وهرب ما تبقى منهم. وهذا الانتصار الباسل أجبر الحملة الفرنسية كاملة على التراجع من جميع مدن وقرى محافظة سوهاج، وأعاد الأمل والحماس للمصريين في المنطقة بأنهم قادرون على صد أي تهديد يعترض طريقهم. معركة بني عدي.
في 18 من إبريل عام 1799 اندلعت ثورة في قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط جنوبي مصر بقيادة الشيخ حسن الخطيب. واندلعت تلك الثورة استجابة لتهديد القوات الفرنسية التي حاولت الاستيلاء على القرية. وتجمع أكثر من 3000 من الأهالي و300 من المماليك لمواجهة الجيش الفرنسي الذي كان بقيادة الجنرال دافو. وعند وصول الفرنسيين إلى بني عدي وجدوا الأهالي جميعا مسلحين وجاهزين للدفاع عن قريتهم. وتصاعدت حدة المعركة، وتصدى الأهالي بشجاعة لهجمات الفرنسيين ورفضوا الاستسلام بسهولة. وبعد فشل الفرنسيين في السيطرة على القرية بالقوة قاموا بحرق بني عدي وتدميرها بالكامل، مما دفع الفرنسيين إلى دخولها بعد أن أصبحت خرابا رمادا، وقاموا بنهب الأموال والممتلكات التي وجدوها. ومن جانب آخر شهدت مناطق أخرى في الصعيد معارك قصيرة مثل قنا وقفط وأبو مناع وأبنود، حيث واجه الأهالي الفرنسيين بكل قوة وشراسة في محاولة لصد هجماتهم والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم. معركة أبو قير البرية. معركة أبو قير البرية وقعت في أبي قير شرق الإسكندرية، وذلك في 25 من يوليو عام 1799 بين القوى العثمانية بقيادة حسين سيد مصطفى باشا والجيش الفرنسي في مصر بقيادة نابليون بونابرت. وانتهت المعركة بهزيمة الأتراك العثمانيين وجرح قائدهم. ووقعت هذه المعركة بعد عودة الجيش الفرنسي من حملته في سوريا بمدة قصيرة. وشهدت المعركة انتصارا للفرنسيين وهزيمة كبيرة للعثمانيين، حيث قتل منهم حوالي 2000 جندي وغرق نحو 4000 رجل، كما تم أسر عدد كبير منهم. وهذه الهزيمة ساهمت في تعزيز سيطرة الفرنسيين على المنطقة وزادت من تأثيرهم في المنطقة بأسرها. انتفاضة القاهرة الثانية. في 23 من أغسطس عام 1799 لجأ نابليون بونابرت إلى الهروب السري إلى فرنسا، وذلك وقت الثورة الفرنسية لقيادة بلاده، تاركا قيادة الحملة في مصر للجنرال جان كليبر الذي لم يكن يرغب في الاستمرار في مصر بعد رحيل نابليون، وذلك بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وانخفاض الروح المعنوية لجنود الحملة ومحاصرة الإنجليز لشواطئ مصر الشمالية، وكذلك كثرة ثورات المصريين ضد الحملة وتحالف إنجلترا ودولة الخلافة العثمانية ضد فرنسا وتصاعد الضغوط على الحملة الفرنسية. وتركزت جهود كليبر على مواجهة العثمانيين، ولكن هذه الفترة شهدت انتفاضة المصريين ضد الاحتلال الفرنسي، حيث أعلنوا ثورتهم داخل القاهرة في 20 من مارس عام 1800. وانضم إلى صفوف الثوار العلماء والتجار والآئمة والأعيان. وعلى الرغم من ذلك نجح كليبر في قمع قوات العثمانيين وحاصر القاهرة، حيث قصف المدينة بالمدفعية. وانتهت المعركة باتفاق هدنة في 21 من إبريل عام 1800. وشملت بنود الهدنة خروج العثمانيين وعساكرهم من مصر، وكذلك جزء من المماليك والعديد من سكان مصر. وتم فرض غرامة ضخمة على الشعب المصري كجزء من الاتفاق، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفي يوم السبت الموافق 14 من يونيو عام 1800، وأثناء سير الجنرال جان كليبر بصحبة المهندس المعماري المسيو بروتان والذي كان عضوا في لجنة العلوم والفنون، تعرضوا لهجوم من قبل رجل مسلح بالخنجر، حيث قام بطعن الجنرال كليبر ب4 طعنات، إحداهما كانت قاتلة ونفذت إلى قلب الجنرال. وبعد
وبعد مرور ساعة فقط من ارتكاب هذه الجريمة تم القبض على الجاني، والذي تبين أنه يدعى سليمان الحلبي، وهو طالب من سوريا كان يدرس في الأزهر الشريف، وتمت إدانته وأصدر الحكم بحرق يده كعقوبة، وتلاها إعدامه عن طريقة التعليق على خشبة الخازوق، وتركت جثته لتتعفن كعقوبة إضافية. بالإضافة إلى سليمان الحلبي تم إعدام 4 من شركائه بقطع رؤوسهم وإحراق جثثهم بعد إعدامهم. وفي الفترة التي تلت عودة نابليون بونابرت إلى فرنسا تم تكثيف الحملات العسكرية ضد القوات الفرنسية في مصر، حيث قامت القوات الإنجليزية والعثمانية بحصار القاهرة وقطع المؤن والذخائر عنها، مما أضعف الوضع الفرنسي هناك ودفعهم لإجراء مفاوضات في 27 من يونيو عام 1801، وتم توقيع اتفاق جلائهم من القاهرة. وبعد ذلك وفي 13 من يوليو عام 1801 خرجت الحملة الفرنسية من القاهرة متجهة إلى الإسكندرية، وهناك حاصر الجيش الإنجليزي الإسكندرية وقطع عنها المؤن، مما أضعف الوضع الفرنسي أكثر فأكثر. وفي نهاية المطاف اضطر الفرنسيون إلى الدخول في مفاوضات جديدة، وتم توقيع قرار جلائهم يوم 31 من أغسطس عام 1801، وبموجبه كان على الفرنسيين مغادرة المدينة بعد 10 أيام من توقيع القرار، وتم بذلك إنهاء الحملة الفرنسية في مصر، وقد انتهت بشكل نهائي بمغادرتهم البلاد. وكان هذا الخروج نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والعسكرية التي تعرضت لها الحملة، حيث بدأت الظروف تتدهور مع تصاعد الصراع مع القوات البريطانية وتزايد الثورات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى التحالف الإنجليزي العثماني الذي أضعف موقف الفرنسيين في المنطقة. ومع تراجع الدعم الخارجي وتأزم الأوضاع الداخلية اضطرت الحملة الفرنسية إلى الانسحاب، وغادرت الحملة من مصر وقادها الجنرال جاك فرانسوا مينو، معلنة نهاية فترة الحكم الفرنسي في مصر التي استمرت لمدة 3 سنوات. حملة نابليون على مصر كان لها تأثير كبير على المجتمع المصري وعلى العلاقات بين مصر وأوروبا، إلى جانب الأحداث العسكرية والسياسية. وساهمت الحملة في نقل بعض الفكر والتكنولوجيا الأوروبية إلى مصر وفتح الباب أمام تفاعل ثقافي بين البلدين. كما أسهمت الحملة في تعريف المصريين بالتقنيات العسكرية والعلمية الأوروبية، مما ساعد في تحفيز اهتمامهم بالتعليم والعلوم. كما أسهمت في إنشاء مجمع علمي في مصر عام 1798 لتبادل المعرفة والأفكار بين العلماء المصريين والأوروبيين. وتم إدخال أول مطبعة للمنطقة العربية، والتي تمثلت في إعادة تقديم البيانات والمنشورات بطريقة جديدة ومبتكرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن العثور على حجر رشيد كان من أهم الاكتشافات الأثرية التي جرت خلال الحملة، وفك رموز هذا الحجر واكتشاف أسراره ساهم في إضافة معلومات جديدة لتاريخ مصر الفرعوني وفتح نوافذ جديدة على تاريخ هذه الحضارة العريقة. والحصار الذي فرض على السواحل المصرية خلال الحملة الفرنسية أثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث قامت الحملة بفرض حصار على الموانئ والسواحل المصرية، مما أدى إلى قلة إمدادات السوق المحلية بالسلع الضرورية. ولتعويض هذا النقص قام المسؤولون باتخاذ إجراءات لتأمين المؤن والحاجات الأساسية للسكان من السوق المحلية والمناطق الريفية المحيطة. وبالإضافة إلى ذلك ساهمت الحملة في إضعاف النظام الإقطاعي في مصر، فقد تم إخراج المماليك من مصر ومصادرة أراضيهم، وهذا الإجراء أدى إلى تغييرات هامة في توزيع الأراضي في المجتمع المصري. وعلاوة على ذلك حاول نابليون بونابرت
انعاش التجارة الخارجية لمصر من خلال مشروع حفر قناة السويس، ورغم أنه عدل عن هذه الفكرة فيما بعد بسبب تحفظ العلماء بشأن تفاوت مستوى المياه بين البحرين، إلا أن الحملة أظهرت أهمية موقع مصر الاستراتيجي ودورها الحيوي في التجارة الدولية، وهو ما لفت انتباه العالم إلى أهمية طريق مصر في ربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. وأسفرت الحملة عن نتائج سياسية حاسمة وتغييرات جذرية في المنطقة، حيث تمكنت الحملة من إحباط مطامع فرنسا في السيطرة على مصر والشرق الأوسط، مما أتاح للأتراك والبريطانيين الفرصة للتصدي للتوسع الفرنسي. كما أدت الحملة إلى تدمير الأسطول البحري الفرنسي، مما زاد من قدرة الأتراك والبريطانيين على السيطرة على المياه الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك لفتت انتباه العالم إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر ومكانتها الحيوية في الشرق الأوسط. وأخيرا أسفرت الحملة عن اتفاق بين السلطان سليم الأول ونابليون بونابرت في أكتوبر عام 1802 بهدف تحقيق السلام وتطوير العلاقات بين مصر وفرنسا.